اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم منى من ترند في الخمسينة. سألت عليه لقيته غالي، داخل في 700 جنيه. طب تعالى نعمله في البيت، مش هيكلفنا اكتر من 20 جنيه. هيطلع باللون والمنظر التحفة ده. بثلاث مكونات بساط هيعملوا المنظر الجميل ده. هنخش على الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب لقناة ترند في الخمسينة. في البداية هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي الكمية دي نص كيلو، أنا هعمل نصهم، يعني هعمل ربع كيلو سوداني. حطيت شوية في الكبة، وعندي لون غذائي. بص المعلقة دي بتاعت البهارات، هحط طرفها، يعني حاجة بسيطة لا تذكر، أقل من جرام. هنحط اللون الأخضر دون على السوداني، وده روح الفستق. الازازه دي هتلاقيها ب5 جنيه، هناخد منها معلقه واحده بس. يعني 3 مكونات: سوداني وروح الفستق واللون اللي هو الاخضر ده. ما حطيتش ولا ميه ولا حطيت اي حاجه، هنضربهم في الكبه هياخدوا مع بعض اللون كله. تمام. انا حطيت جزء بس من السوداني، عملوا لي اللون ده. تمام. انا عايزاه بقى يبقى شبه الفستق بالظبط، منه اخضر على اللون البني كده الفاتح ده. هحط شويه كمان، هضربهم في الكبه من غير ما احط عليهم اي اضافات خالص. تمام. بص الطريقة سهلة جدا جدا، ونتحايل على المعيشة. الدنيا غلا، وعايزين نعمل بقى شوية كنافة، شوية قطايف بالفستق. هنعمل ايه؟ نضحك على العيال كده ونقول لهم ايه؟ ان ده فستق. ضربت شوية كده في الكبة من غير اي لون خالص. حطهم في الفرن بس دقيقتين بالظبط، بس عشان لو في رطوبة ولا حاجة تشال، مش اكتر من دقيقتين. شايفين اللون عامل ازاي؟ اللون الاخضر غامق شوية، بس لما حطيته في الفرن شال الرطوبه بتاعته، واللون بص فتح شويه. انا هلخبط بقى الاتنين على بعض عشان يدينا نفس لون الفستق بالظبط. ايه رايكم بقى في الجمال؟ تحفه جدا، ولا مكلف ولا اي حاجه. ربع كيلو سوداني ب20 جنيه، مفيش اكتر من كده. واللون دون انا بصراحه كان عندي، وروح الفستق ده كان عندي، يعني كله على بعضه مش هيكلف معاكي حاجه خالص. شايفين الفستق عامل ازاي؟ الفستق ده ولا مش فستق يا متعلمين يا بتوع المدارس؟ شايفين الجمال والطعامه؟ عاملين لي برطمان حلو جدا. انا هكفي بالنسبه لي، انا هيكفيني رمضان كله. نفس اللون والطعم على فكره، مش هيفرق خالص، ان روح الفستق بيدي نفس الطعم. لو وصلت معايا للاخر يا ريت ما تنسوش اللايك.